ونبدأ حكايتنا في معاصي، في مكان مدمر مليء بالوحوش الميتة، وكان قد حدث قتال مدمر في المكان. وبعدها أجد كاهنة تمسك بخنجر وتحادث محاربا يدعى شين فينج. تقول له: أنت حقا غريب، وحتى مع تأثير السم القوي لا زلت تمتلك القوة ذات الأطلال القديمة، ولكن هذه القطعة الملكية عين الحكم، سأخذها الآن. ثم تجهز على المحارب فول كسيم والوحوش الميتة التي قتلها، ولكنه كان على وشك الموت، فيسألها بيأس شديد: لماذا فعلت هذا؟ لماذا تجريني إلى وقت كهذا؟ أنا أخوك. فترد عليه بسخرية: أنت أخي؟ أتشان، أنت لا تزيد عن طفل متمن تبنته عائلتي، حتى وإن كنت تشاركني الدم وتتاجر وتسمي نفسك أخي. بعدها يظهر محارب آخر ويكلمها قائلا: هذه ليست طريقة للتعامل، لقد أفادنا كثيرا. ويكون اسمه سونج فاي. ثم يقول له سونج: أشين، يجب أن أشكرك حقا، بدونك لم أكن لأحصل على هذه القطعة الأثرية القديمة، وقد تعبت كثيرا لأحصل على الشفرة التي تسرق الأرواح، روح لأقتلك بها. ها، أعجبتك هدية الفراق؟ فيرد عليه تشين: أنا الذي ربيتها بعد وفاة والدينا، ودعمتها دائما حتى بعد نزول اللعبة إلى الواقع. خاطرت بحياتي عشرات المرات لأجلها، لقد أخطأت في الحكم عليك يا أختي العزيزة. لكنها ترد قائلة: كنت تتدخل في حياتي دائما وتحاول السيطرة علي. في السابق حين كنت أنا وسونج بحاجة لحمايتك كنت مفيدا إلى حد ما، لكن الآن بعد حصولي على القطعة الأثرية أصبحت بلا فائدة. وهنا يهجم سيونج على تشين قائلا: مع السلامة يا تشين. لكن تشين يهاجمه بكل قوته قائلا: حتى لو مت فسآخذك معي. ولكن في النهاية يتمكن سيونج من قتله. وتعالوا نعرف ماذا حدث بالضبط. كل ذلك بدأ في عام 2025، حينها نزلت اللعبة إلى الواقع، وطالما أن الشخص ينام فسيتم سحبه إلى عالم اللعبة قسرا. والعمل الوحيد في اللعبة هي العمر الافتراضي، والموت يؤثر على عمر الشخص، والقضاء على الوحوش يمنحه حياة. بالإضافة إلى أن اللاعبين يمكنهم استعمال مهاراتهم في العالم الواقعي إلى درجة تمكنهم من تمزيق الدبات بأيديهم العارية، وتقطيع الطائرات بالسيف، وحتى مقاومة الانفجارات النووية بأجسادهم. ومن هنا تغير العالم، وانتشرت الفوضى. ويعرف تشين أنه كافح مع أخته من أجل البقاء، وتحمل صعوبات كثيرة لأجلها، وجعلها من أقوى 100 قوة عالميا. وبعد التغلب على المخاطر واحدة تلو الأخرى، وبالكاد نجا من الموت مرارا لا تحصى، استطاع أخيرا غزو الأطلال القديمة، وحصل على قطعة أثرية تدعى عين الحكم. ولكن لم يتخيل أن ثمن نجاحه سيكون خيانة عائلته الوحيدة. وفي النهاية كل ما فعله وكل ما تحمله لأجله كان من نصيب شخص آخر، لكنه رفض تقبل ذلك، وتمنى لو أتيحت له فرصة أخرى. حينها لم يكن ليؤمن بشيء سوى أن يثبت لنفسه أنه يستحق، وأن يكون قادرا إذا ما أعطي فرصة ثانية. وهنا يستيقظ ويتفكر أين هو، ثم يرى التاريخ على الهاتف ويكتشف أنه عاد إلى عام 2025 قبل نزول اللعبة إلى الواقع. وفي اليوم الثاني تدخل عليه شياو يو وهي غاضبة لأنه لم يكن يرد على مكالمتها. ويفكر تشين في نفسه: كما توقعت، اليوم الذي نزلت فيه اللعبة اختلفت مع أختي خلافا كبيرا بسبب سونج فاي. وقبل نزول اللعبة كانت شياو مهووسة بسونج فاي، بالإضافة إلى كونه مشهورا جدا والجميع يطارده، لكنه في الواقع شخص حقير خدع الفتيات من أجل المال وشهواته، ولمنعها من الوقوع في خداعه كان يمنعها من التوافق معه دائما. ولكنها اتهمته في النهاية بأنه يسيطر على حياتها. حينها تحدثه بوقاحة: هل تتجاهلني؟ أنا أكلمك. ثم تقول: بسببك أخي سونج سقط من المركز الأول، وإذا لم تعطني المال للارتقاء وهنا يفقد تشين أعصابه فيصفعها على وجهها وتصدم من ذلك. ثم يقول لها بغضب: أنا لا وقت لدي لكلامك الفارغ، وإذا رفعت صوتي مرة أخرى سأكسر فمك، وهذا هو المال الذي تركه والدانا. وبغض النظر عن المصاعب التي واجهتها لم أكن يوما مثلهم، واليوم سأعيد لك المال، ومن أجل والدينا فقط لن أضعك في مكانك الحقيقي. لكن اسمعيني جيدا، من الآن فصاعدا أنا تشين فينج، ولا أملك أختا مثلك. ثم يدخل غرفته ويفكر في حياته السابقة والكم الهائل من الفرص التي ضيعها لأجل أخته، وحتى الكنوز السرية التي خاطر بحياته لأجلها تخلى عنها من أجل أخته. وهذه المرة سيستخدم معرفته باللعبة للتقدم على الجميع. شياو يو، أنت وحدك الآن، وستندمين على كل شيء فعلته. وبعدها ينام وينتقل إلى قاعة اختيار المهنة. في حياته السابقة اختار مهنة المحارب ليحمي أخته،
ومع أن المحارب ليس ضعيفا إلا أنه لم يعد مناسبا الآن، ومن دون شياويو سيستطيع تصفيتها بسرعة أكبر. يفكر في المهنة التي يختارها ويجد أن التنقل وسرعة رد الفعل هما الأهم، فيختار المختال. حينها يعلن النظام أن القطعة الأثرية عين الحكم تم ربطها بنجاح، ما يفاجئه وتظهر عين عملاقة فوقه. يخبره النظام أن لديه سمة فريدة وهي الحكم، وأنه عند دخوله للعبة سيربح تلقائيا مهنة وموهبة من أعلى مستوى لا يمكن أن تستعمل مع شخص آخر حتى لو سرقت، ما يفسر سبب عودته. تظهر رموز غريبة تخترق جسده، ويعلن النظام أنه حصل على مهنة خفية وأصبح مختال الظل، وهي مهنة نادرة جدا وتتطلب فرصة تفعيل ضئيلة، لكن عين الحكم ضمنت له ذلك. ويعلن النظام أن مهارة الحكم من أقدم المهارات في الكون وكفيلة بكسر النظام، لكنها غير مفعلة مؤقتا لعدم امتلاكه القوة الملكية، ورغم ذلك فإن تأثيرها السلبي قد بدأ. يتفاجأ، فحسب ما يتذكر لم يستطع أي لاعب في الماضي الوصول إلى عالم النظام إلا بعد 7 سنوات من انطلاق اللعبة، ولم يحصل أحد على قوة النظام. لم يتوقع أن ينال السلطة البدائية، وهي ما تتفوق على القواعد والنظام. إن خان العالم المهجور وذهب إلى عالم النظام، فبوسعه تفعيل الحكم إن حصل على القوة الملكية. يختار اسمه في اللعبة شادو، ويدخل إلى المنطقة الآمنة حيث يسحب اللاعبون وتعم الفوضى. يدرك أن لا وقت للانتظار. بعض اللاعبين يعودون إلى الحياة بعد موتهم في الخارج على يد وحوش شرسة. يسألون القائد ليزي عما يجب فعله، بينما يدرك تشين قوته، وتلاحظ ليزي ذلك وتعرض عليه الانضمام. يرفض ويغادر، ما يثير فضولها، فتراجع ملفه وتوعز لفريقها بمراقبته لاكتشاف مهاراته وربما لرؤية نهايته. تتبعه خفية وهي تتذكر أن الوحش الذي سيواجهه خارج المنطقة الآمنة دمر فريقها بالكامل، ما يدفعها للاعتقاد أنه ليس لاعبا عاديا. وعندما ينظر تشين نحوها تختبئ خائفة. يفعل مهارة الظل ويختفي، ما يفاجئهم. يعود إلى المنطقة الآمنة ويحسن قوته، ثم يتجه إلى الغابة حيث ينتهي تأثير التخفي. يفتح نافذة النظام ويكتشف أن عمره الافتراضي 75 سنة، وسمته أكثر من 10، فيما يبدأ أغلب اللاعبين ب10 سمات فقط. يضيف 5 نقاط حرة إلى الرشاقة، ويواجه وحشا زاحفا من المستوى الأول. يعلم أنه يمتص العمر الافتراضي. يتفادى الهجوم ويفعل الظل، ويظهر خلف الوحش ويوجه له ضربة قاتلة في عنقه. يكتشف أنه قتله بضربة واحدة بعد أن تجاوز الضرر 100، ويتذكر أنه حينما كان محاربا أقصى ضرر أحدثه كان 40 فقط. يتذكر لحظة منح أخته عمره المكتسب، ويشعر بالغضب وهو يمتص المكافآت. يحصل على 3 أيام قابلة للتداول، و45 سنة ونصف غير قابلة للتداول. يدرك أن كل لاعب من الفريق الميت خسر 30 سنة، ما يعني أنه كان يجب أن يحصل على أكثر من 100 سنة، لكن لأن الوحش لم يمت تماما على يده نال فقط 54 سنة، وهي غير مفيدة حاليا. يفعل مهارة الحكم ويحصل على موهبة النمو النهائي، وهي موهبة بدائية تكافئه عند قتل الوحوش بنقاط تطور، وقد نال 5 نقاط منها. ينفجر الأمر في مهارة الظل، ويرتقي من عادي إلى البرونزي، ويطور مهارة الطعن من مستوى منخفض إلى مستوى عادي. يشعر تشين بالدهشة من تركيبة المهارات، وبعدها يسمع صوت فتاة تتحدث إلى محارب وتقول له: إن هذا النحيف قتل وحشا بمفرده، أليس من المفترض أن تكون هذه اللعبة سهلة؟ وبقوتك تستطيع القضاء عليهم جميعا. فيرد عليها المحارب بكل فخر قائلا: أنا هنا لأحميك. في تلك اللحظة يلاحظ تشين وحشا على الشجرة، فيهاجمه ويختار عنكبوتا ضخما ويقتله في ثوان. ثم يظهر تشين من الخلف ويطعنه، موجها ضربة في عين الزعيم، مما يجعل الزعيم يغضب بشدة ويهاجمه بعشوائية. يبتعد تشين بسرعة، بينما الوحش يهاجم كل مكان، ويدرك تشين أن الوحش ذكي وغاضب ويحاول معرفة مكانه، فيما تكون العناكب الصغيرة في حالة تأهب. فيعاود تشين الهجوم بضربة حرجة تفقد الزعيم كثيرا من صحته، ثم يهجم على نقطة ضعفه ويخترقه بسرعة ويفعل التخفي مجددا ويستمر في الهجوم. ننتقل بعدها إلى المدينة، ويعلن النظام الجماعي أن شادو ارتقى إلى المستوى الثاني، والجميع متفاجئ من أنه قاتل الوحوش منفردا. فريق الفتاة ليزي مصدوم لأنه ارتقى إلى المستوى الثاني بهذه السرعة، وحتى الاثنين الذين كانا يسخران منه في الغابة صدموا من كونه قتل العنكبوت الكبير الذي هاجمهم سابقا.
وفي ذلك الوقت كان تشين يحصل على المكافآت ويعرف أن العناكب الصغيرة هربت بعد موت الزعيم. حصل على 46 سنة قابلة للتداول، واكتسب مهارة اليد الجشعة وخنجر الأكال. يستغرب تشين من المهارة ويقرأ وصفها، ويعرف أنه يمكن استخدامها على الوحوش المقتولة للحصول على نهب إضافي. يقول: إن هذه المهارة قوية جدا وستفيدني أمام الزعماء الأقوياء، مع أن معدل تنشيطها هو 20% فقط، لكن لو ربطتها بمهارة النمو اللانهائي ألن يكون بإمكاني تعزيز معدل انخفاض وكمية النهب إلى ما لا نهاية. ننتقل بعدها إلى العالم الواقعي، حيث يتوجه الطلاب إلى المدرسة، وتحاول زميلة يو إقناعها بالاعتذار لأخيها، وتقول لها: كفانا ما فعلناه، لقد تخطينا الامتحان البارحة من أجل دعم سيونج، وأخوك بالتأكيد غاضب. لكن يو ترد عليها بعجرفة: أنا لست مخطئة، هو من يجب أن يعتذر. يصلون إلى المدرسة ويرون جمعا كبيرا من الطلاب، فتذهب زميلة يو لتعرف ما يحدث. تلاحظ حالة اختفاء غريبة، فتسأل طالبا عما حدث، فيقول: كان بخير قبل قليل، فقط نام قليلا ثم أصبح هكذا. وهذه ليست المرة الأولى، بل تتحدث في أنحاء العالم كلها، والخبراء لا يعرفون السبب. تفكر زميلة يو بإبلاغ أولياء الأمور لأخذ الحيطة، وتقول لصديقتها إنها ستخبر أخاها، لكن الأخيرة ترفض وتقول بغل: سيكون من الأفضل لو مات. في ذلك الوقت يطور تشين مهارة اليد الجشعة إلى المستوى الذهبي، مما رفع فرصة النهب الإضافي من 20% إلى 70%، وحصل على مكافآت إضافية ونقطة تطور. الآن هو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط ليكمل معادلة النهب بنسبة 100%. بعد ذلك يجهز كل معداته، لأنه من المؤكد أن الحكومات العالمية قد علمت بالأمر وستسعى للسيطرة على الوضع، لذا يجب أن يسرع في تقدمه. ومع مرور الوقت سيعرف الناس أن مهاراتهم ومعداتهم يمكنهم استخدامها في الواقع، وحينها ستعم الفوضى. لكن هناك شرطان لاستعمالها خارج اللعبة: أولاً، يجب أن يصلوا إلى المستوى العاشر، وثانياً، يجب أن يجمع السنين القابلة للتداول. لذا قرر تشين أن يبحث عن الزعماء ليطور نفسه بسرعة. وفي تلك اللحظة يسمع صوت معركة، فيجد أمامه فريقاً يقاتل زعيماً من المستوى الثاني. يقول في نفسه: لقد وصلت في الوقت المناسب. لكنه يتعرف على الفريق الذي يقاتل الوحش، وقائدهم اسمه هوانغ مينغ، وقد انتشرت عنه شائعات بأنه دخل اللعبة للمرة الأولى، وكون فريقاً من اللاعبين ذوي الفئة الخفية. يفعل هوانغ مهارة الدفاع المقدس، ويصد هجوم الوحش، ثم تهاجم الساحرة بالنيران، ويهاجم رامي السهام من بعيد، والكاهن يقدم الدعم من الخلف. لكن الوحش يتحرك بسرعة كبيرة ويتفادى كل الهجمات، ثم يهاجم المدافع. يصاب الفريق بالدهشة من قوة الزعيم الكبيرة، لكن القائد يشجعهم على الاستمرار، ويأمر المعالج أن يعالجهم من الخلف. في ذلك الوقت كان تشين يراقبهم ويفكر في قائد الفريق هوانغ مينغ، وبالأخص تفاؤله في هزيمة الزعيم، ولكنه نسي أنه في البرية، ولو استمرت المعركة هتجذب وحوش ثانية لعنده. وهنا بيظهر الوحوش من خلف وانغ، فبيدفع المهاجم اللي عندهم وبيقاتلهم، ولكن دام أثر شفيل وحشو دفاعه صلب جدا، وبعدين بيهجم عليهم بالوحل، واللي بيقلل من سرعة اللوبي، وبعدها بيهجم واحد منهم على الساحرة، وده بيخليها خايفة جدا وبتنادي على أي حد يساعدها، فبيزال بطانة اللي عندها وبيقتل في ثوان، وده بيفجر الجمع من هوية الشخص اللي قتله، وبيتمنى للجمع إنه يكون بجانبهم. وقتها تشين بيقتل الوحش ورا التاني، وبيقتل كلهم ما عدا الرئيس، وبيشوف بعدها المكافآت اللي كسبها، وبيكسب مهارة التال في السم، فبيطورها لمستوى الفضي، ودلوقتي يمكنها إنشاء سهام من السم تسبب أضرار ساحقة. ووقتها الفريق لسه بيقاتل مع الزعيم، فبيهجم الرئيس على وانغ، وبيخترق جسمه بقوة ساحقة، وبيكون على وشك الموت. فبيجي الكاهن بسرعة، ولكن مش هيقدر ينقذه لو فضل الوضع على كده، وبيقول لهم يجب الهروب من هنا بسرعة. وهنا بيتحرك تشين وبيرشق الخنجر في نص راس الزعيم، وبيعين الزعيم من هجوم السهام، وبيسقط وانغ في الأرض، وبعدها بيموت الزعيم. وبيعرفوا النظام بعدها إنه بأكثر من 90% من الضرر كان من الغنام اللي بطنها تشين، وبيترقى للمستوى الثالث، وبيكسب نقطتين مع التطور. وبيتها ويتفاجأ تشين من قوة مهارة التسلل السام، ومع التخفي يمكنه رمي السهام من غير ما حد يشوفه. وقتها اللاعب وانغ متفاجئ من هذه القوة، وبعدها بيظهر قدامه ضوء النهب، وفجأة بيختفي الضوء، واللي بيكون أخذه بطنه، فبيدي وانغ احترامه لتشين وبيشكره على المساعدة. وبعدها بيسأله عن اسمه، بيرد عليه تشين
وبيصحى التعمق أكثر، وبالفعل بيسمع كلمته وبيغدر وانغ مع الفريق، وبيعرف وانغ إنه لو يحتاج لأي شيء يكلمه. وبيغدر بعدها تشين، وبيفكر في وانغ وبيقول إنه شخص جدير بالثقة، بالإضافة إن الحكومة تدعمه وبيأخذ الكثير من الموارد، وبيفكر بعدها في إنشاء قناة عشان يبيع العناصر اللي مش محتاجها. وبعدها بيفعل يد الجشع على الجثة وبيكسب نقطتين مع التطور و55 يوم قبل للتداول وسلاح برونزي. ودلوقتي معاه الكثير من المعدات وكتب المهارات، وهيرجع للمدينة بعد ما يملي الحقيبة عشان يبيعها هناك. وهذه المرة نمو أسرع 100 مرة من حياته السابقة. سيونغ، فإني قريبا آتي لأجلك. وقتها بالله فريق بيقاتل وحوش المستوى الثاني، وبهجوم قوي منهم الكثير هربوا بسرعة، ولكن بيظهر قدامهم زعيم قوي جدا وبيهجم عليهم وبيقتل في ثوان. ونرجع بعدها للمدينة، وبعدها بيرجعوا للحياة من دائرة البعث. وبيتعصب واحد منهم لأن الوحوش بتظهر دائما في مجموعات، ولما بتقل صحتهم بيهربوا بسرعة. وبيقول واحد تاني بكل توتر إنهم محتاجين يوصلوا للمستوى الثالث عشان يغادروا اللعبة، بس مش عارفين إزاي يوصلوا لهذا المستوى لو استمروا على كده في الموت. فبيكلم التاني القائد وبيقول إنهم بيحتاجوا لزيادة الأفراد، وفريق مكون من 3 مش هيكفي، وبيفكروا يشكلوا فريق من 6 أفراد أو حتى 10. بس بيقولوا التاني إن ده بلا فائدة، لأن حتى فريق من 10 أفراد لم يتمكنوا من فعل أي شيء وتم تدميرهم بالكامل. بالإضافة إن ده كان ضد الزعيم، ومن شوية فر من 40 سيد اللعنات، وقتل أكثر من 30 منهم في ضربة واحدة فقط. بيقولوا التاني بس لو فضلنا على كده هنكون محاصرين هنا للأبد، وأجسامنا في الخارج هتموت من الجوع. في الوقت ده بيظهر فريق ليزي في دائرة البعث، واللي بتكون متعصبة لموتها المستمر. بيقول لها محارب إنهم ماتوا بالفعل 3 مرات، وقال لها إن عمرهم لأقل من 10 سنوات، ولو استمروا على كده فهيموتوا تماما. فبتقول له ليزي سواء كان ده حقيقي أم لا، عندنا لسه فرصة كمان. وبعدها بتشوف قائمة المستويات وبتفهم سرعة ترقية شادو، وبتفكر مع نفسها وبتقول إنه أكيد عارف بعض الأسرار ومحتاجين يساعدنا للوصول للمستوى الثالث والخروج من هذه اللعبة. وبتقول لفريقها إنهم ينشروا خبر الحصول على شادو عشان يساعدهم للوصول للمستوى الثالث، ولما يرجعوا للواقع هتعطي 10 ملايين نقدا. وبعدها بتقول مع نفسها مفيش أي طريقة لجمع هذا المبلغ الهائل. في الوقت ده بيهجم تشين على وحش الفساد، وبيعرفوا النظام إنه كسب نقطة في التطور. وبعدها بيكلم نفسه وبيقول إن النقاط اللي جمعها كافية، وبيستعمل 5 نقاط عشان يطور يد الجشع للمستوى البلاتيني. ودلوقتي عنده فرصة للحصول على مكافآت إضافية بنسبة 160%، ومكافآت إضافية بنسبة 20% لترقية عنصر لمستوى واحد فقط. بيتفاجئوا من تأثير قوي جدا بطريقة سخيفة، وممكن يوصل النسبة ل100% أو حتى 200%. وهنا بيلاقي قدامه سيد اللعنات، وده زعيم من المستوى البرونزي، وبيلحظ الأعمار اللي أخذها من اللاعبين اللي قتلهم في السابق، وبيستعد علشان يواجه الزعيم من المستوى الفضي، وده معناه إنه دمر الفريق المقاوم، أخذها من اللاعبين الذين قتلهم في السابق، ويستعد لمواجهة الزعيم من المستوى الفضي. وهذا معناه أنها دمر الفريق المقاوم من 40 لاعب، ويفكر تشين في قتال الزعيم، ولكن بما أن مخزونها مثل أبا الفعل، وحتى لو قاتل فلن يستطيع الحصول على المكافآت أبدا، فيقوم بضع علامة على موقعه في الخريطة ليعود إليه لاحقا. وفي العادة ترك الزعيم تطلب وقتا، فيقرر الذهاب لتصفية المخزون والعودة لاحقا. وفي المدينة ينتشر الخبر عن الشخص الذي قدم 10 ملايين لشادو إن ساعدهم في ترقية مستواهم فقط، وهذا يفاجئ البعض من الكمية الهائلة من المال، ويزعج البعض لأنهم محكوم عليهم بالموت في اللعبة. أما الأغنياء فاستعملوا ثروتهم لحلال الأمر، وهنا يظهر أمامهم شادو وهو يفعل وضع التاجر، ويعرف نظام الجماعة أنه يبيع المعدات والمهارات، لكن هذا متاحل. دقائق فقط ينفجر الجميع من المفاجأة، خصوصاً أنه يرتدي معدات في المستوى البرونزي ويبيع قطعتين في انفصال المستوى أيضاً، ولا يفهمون كيف تمكن من جمعهم
ويستغرب البعض لكونه يضع قناعا على وجهه، فيقول البعض إن مظهره في اللعبة مطابق للواقع، ولهذا يخفي مظهره. وهنا ظهر فتاة مقنعة وتتجه نحو شادو وتسأله عن سعر تعويذة الجليد، فيقول لها شادو 100 يوم قابلة للتداول. ويعرف شادو بعدها أنها الوردة الرمادية، وهي في المركز 11 في ترتيب المستويات. تعترض وقتها الفتاة على السعر وتقول إنه كثير جدا، فقلل السعر قليلا. لكن شادو يقول لها إن مهارة تعويذة الجليد تحسن بصورة كبيرة من قوة الساحر، و100 يوم هو سعر مناسب للطرفين. فترد عليها الفتاة أنها ستشتري المهارة بالمال، ولكن شادو يقول لها لو كان معك المال فاشتري العمر من الآخرين، واشتري مني بعدها، وإن لم يشتريها أحد فستكون من نصيبك. فتقول له الفتاة المقنعة انتظر قليلا، ثم تتحدث مع فريقها وتسألهم ما رأيكم يا رفاق؟ فيقول لها المحارب إنهم ارتقوا إلى المستوى الثاني بسرعة بفضلها، لذا ليس لديه اعتراض. ويقول لها الآخر إن تعويذة الجليد يمكنها مساعدتهم في ترقيتهم إلى المستوى الثالث بسرعة. فتقول لهم تمام، إذن أرسلوا الأعمار المتداولة التي لديكم، وسأدفع لكم المال عندما أعود للعالم الواقعي. وبعدها تحول لشادو 100 يوم، ويبدأ تشين في التفكير مع أنفسه. فريق كامل في المستوى الثاني، بالتأكيد قتل على الأقل 4 وحوش، وأكيد عمرهم الافتراضي المتداول أكثر من 100 يوم. وبعدها يعلن النظام إتمام البيع وتغادر بعدها، وفجأة تظهر المزعجة، نعم لا أحد غيرها، ليزي، وتقول له أخيرا وجدتك، سأعطيك فرصة، ساعدني. فيرفع مستوى القوة للمستوى الثالث، وعندما أعود للعالم الواقعي سأدفع لك 10 ملايين. ينفجر الجميع لأن الشائعات التي يسمع عنها كانت صحيحة. وهذا الفتى حصل على فرصة ذهبية. يفكر شادو عارف أن اسمها جانجلي، وفي حياتها السابقة كانت قائدة لنقابة إجرامية دمرت البلاد، وتقرير قال إنها استعملت المال لإغراء الناس لكي يبيعوا حياتهم، وبعدها خطفتهم لتجبرهم على العمل عندها، والذين قاموا هاتم القضاء عليهم في واقع يوقع. وقتها تقول لها ليزي هذا هو رئيس شركة جانج للصناعات، أبحث عني إن لم تكن تصدق أنني أستطيع الدفع. لكنه يرد عليها شادو أرفض. فتقول له ليزي شادو قد تكون قويا في اللعبة، لكن لا أحد يعرف كيف تعمل هذه اللعبة. كن معي ولن تندم، ستعيش حياة مختلفة تماما، سيارات فاخرة، منازل، نساء، وأي شيء تريده. لكنه يرد عليها لو لم تكن تنوين الشراء ابتعدي من أمامي، أنت مزعجة، والمال قريبا سيفقد فائدته. والعمل الوحيدة التي ستحتسب في هذا العالم هو العمر الافتراضي. حينها تقول له ليزي بغضب أنت تمزح؟ أنا أقدم لك فرصة وأنت ترفض. لو كان هذا هو العالم الحقيقي لكنت علمتك درسا جيدا. يتعصب شادو ويقول لها كلمة أخرى وسأطبقك حتى الموت. تتوتر ليزي من كلامه وتلوذ بالفرار، ثم يكمل شادو البيع، وبعد فترة يأخذ آخر شخص رداء البريق ويغلق المحل على هذا النحو. ثم يفكر في سيد اللعنات، لقد حان وقت القتال، ولا أحد يعلم أن العمر الافتراضي المتداولي يمكنه إخراج المهارات إلى الواقع، ولا أحد يعرف أن هذه اللعبة دمرت العالم وأشاعت الفوضى في كل مكان وكل الخلفيات التي يفتخر بها الناس فيه. العالم الحقيقي ستصبح بلا فائدة قريبا، والقوة الشخصية فقط هي المهمة. وفي الجانب الآخر نجد فريق ليزي مرهقا جدا من الركض ومتوترا جدا لأن شادو لم يرفض عرضها فقط بل يهددها أيضا، وهذا يدفعها للتفكير في يقتله. ترجع للعالم الواقعي، وهنا بيظهر اللاعب فجأة وبيسلم عليها وبيقول لها اسمي ماوي، تقدري تناديني بماو. أنا حاليا في المستوى الثاني وعارف بعض التركات للارتقاء ويمكنني تقديم المساعدة. فهو 10 ملايين لسه متوفرين. بتقول له ليزي وما هي الأسرار اللي عندك؟ بيقولها ماو في العادة أنا مش بشارك ده مع أي حد، ولكن عشانك هعمل لك استثناء، ولو كنت عايزة ترتقي بسرعة فكل اللي عليكي هو وضع كل نقاط السمات الأولية في رشاقة، وبكده حركتك هتكون سريعة كفاية لتتفوقي على الوحوش. انت أكيد فاهمة قصدي. بتتفاجأ مع نفسها، إذا هي دي الطريقة للارتقاء؟ اللعنة.
أنا وضعت بالفعل كل النقاط الأولية في القوة. فبتقول له ليزي تمام، ساعدني في الارتقاء. وبتفكر بعدها أنسى الأمر، على الأقل لقيت شخص يساعدني. وبتقول له بعدها ولكنك مش قوي زي شادو، وعشان كده هعطيك 5 ملايين فقط. موافق؟ وصلني للمستوى الثالث، ولما أرجع هتفك المال. بيقول لها ماو مفيش مشكلة، ومع إن شادو قوي جدا ولكنه أكيد بيعاني من بعض المشاكل في دماغه عشان يرفض عرض ب10 ملايين. في الجانب الثاني بيذهب شادو لعند سيد اللعنات بروب، وهو متخفي، وبيقول كما هو متوقع ترك للزعيم المستوى الفضي، ولكنه مخطوف الدباب الرمادي ولسه بيطور، وهياخد وقت للترقية من المستوى الفضي للمستوى الذهبي حوالي 8 ساعات، ولكني مش هستناه لحد ما يطور. وهنا بيستعد وبيهجم مع الرئيس بالتلف السام، وده بينقص من صحته وبيعاني جدا من السم. وتبي فكر شادو المستوى الفضي صحته أكثر من المستوى البرونزي ب3 مرات. في الوقت ده بيجمع الزعيم قوة كبيرة وبيهاجم بشكل عشوائي في المكان، فبيتراجع شادو بسرعة من عند الزعيم، وبيعرفنا إن معظم هجمات الزعيم هجمات واسعة النطاق وأضرارها كبيرة جدا، وحتى شادو نفسه قدر بالكاد يهرب من هجماته، ولو تلقى أي هجوم منه فسينتهي أمره. والزعيم مستمر في الهجمات السريعة، وشادو مستمر في تجنب الهجمات، ومستنيل حدم الزعيم يتوقف عن الهجوم وإيشن هجوم وبعدها يفعلتان التخفي للخروج من نطاق هجماته. وبالفعل بيهدأ الرئيس من هجماته وهجم بشدة بالتلف السام، ودهبين أنقص صحتها بصورة كبيرة وبيستمر في إنقاص صحته، فبيهرب الزعيم بسرعة من المكان، ودهبي عرف شادو إن الرئيس صحته قلتة جدا ولهذا بيهرب. كويس، أحسن من الاستسلام بدون مقاومة يجعل هزيمته سهلة. وهنا بيهجم على الزعيم وبينقض عليه بالطعن الخلفي وبيقول إلى اللقاء يا صديقي، بهجوم واحد فقط. وبيعرف بعدها النظام إنه قتل سيد اللعنات وترقى للمستوى الخامس وكسب 5 نقاط للتطور و14 يوما متداولا. وده بيفاجئ شادو حتى كسب 4 نقاط في التطور، وبيفتح بعدها اليد الجشعة على الزعيم الميت وبيكسب كمان 4 نقاط و14 يوما متداولا. وبيعرفوا بعدين إن النظام تمتقي التأثير الإضافي لليد الجشعة، وده بيرفع أحد الغنائم من المستوى الفضي للمستوى الذهبي. فبيقول شادو وهو متفاجئ جدا، وده معناه سقوط عنصر ذهبي. كما هو متوقع من اليد الجشعة لديه فرصة بنسبة 20% لترقية المكافآت بمستوى واحد فقط، وسقط من الزعيم تقريبا 8 عناصر. والحقيبة اللي معاه يا صديقي فيها 10 أماكن فقط، يعني مش هيقدر يقتل زعيم ثاني، وده بيخليه يتمنى لو كان سقط حركة تخزين أو شيء من هذا القبيل. وهنا بيتفحص العنصر الذهبي اللي كسبه ويقول أوعى يكون اللي في بالي. وتعالوا نكمل. في الجانب الثاني بيرجع فريق وينج للمدينة، وبيشكر الفريق وينج عشان ارتقى للمستوى الثالث والعودة بأمال المدينة. فبيقول لهم وينج إن ده نتيجة أعمالكم مش شغل مع فقط. وقتها بنتنا الساحرة منزعجة عشان مش تضيف شادو كصديق، فبيقول لها عمنا وينج يمكن لو كنت لبست العنصر اللي سقط حديثا فمين عارف، يمكن كان وافق وقتها. وهنا النظام بيحدث الترتيب، وبيظهر شادو في المركز الأول واللي بيكون لاعب في المستوى الخامس، وده بيصدم الجمع جدا. إزاي ارتقى من المستوى الثالث للمستوى الخامس مرة واحدة؟ معقول قتل زعيم قوي؟ بالإضافة إنه كان هنا من 10 دقائق فقط. إزاي فعلها بهذه السرعة؟ وفريق وانج مصدوم جدا من هذا، وبيقول المحارب بكل صدمة لسه واصلين للمستوى الثالث والراجل ده وصل بالفعل للمستوى الخامس. إزاي؟ أفترض بينا إن نعيش كده. فبيقول لهم وينج انسوا ده في الوقت الحالي، وكل واحد فينا لازم يرجع ويعرف عائلته وأصدقائه عن اللعبة، وده هيدخل العالم في فوضى. على الأقل لازم نحذر المقربين منا ليكونوا مستعدين. وبيسجل بعدها الخروج، وبيصحى وينج في السكن وبيلاقي أصدقائه حواليه واللي كانوا خايفين عليه جدا، فبيسألوا واحد منهم لو كان بخير،
وبيعرفوا إنهم كانوا خايفين عليه جدا لما تحول فجأة لشبه شفاف. بيتوتر وينج بعد سماع كلامهم وبيقول لهم بسرعة: اجمعوا الجماعة، هنا في شيء مهم لازم تعرفوه. وفي مركز الشرطة بيعرف وانج الرؤساء وزملائه كل اللي حصل. أخبر وانج الرؤساء وزملائه بكل ما حدث، وفي لحظة ما تحدى شرطي كان يشاركه اللعبة، فقال له رئيسه: ذكرت سابقا أنك كونت فريقا من المهن الخفية، وأن الفريق دمر بالكامل تقريبا، لكنك نقذت في النهاية على يد شخص ما. فرد وانج قائلا: نعم، اسمه في اللعبة شادو، وعندما أنقذني كان بالفعل في المستوى الثالث، لكننا عندما وصلنا إلى هناك كان قد ارتقى إلى المستوى الخامس، ارتقى مستويين دفعة واحدة. استغرب الشرطي وقال: ارتقى مستويين؟ إن كان في المستوى الخامس فهذا يعني أنه أقوى لاعب في العالم، كيف فعل ذلك؟ فرد وانج: ربما قضى على الزعيم أو شيء من هذا القبيل. فقال له الآخر: من حديثك يبدو أنه نزل إلى المستوى الثالث منذ ساعة، فلماذا لم يرجع إلى الواقع؟ هل لأنه لا يملك أي تصريح في العالم الواقعي ولا يحتاج لإخبار أحد؟ أجابه وانغ: ربما ليس لديه عقد بالفعل. وهنا تدخلت الشرطية قائلة: ألا يكون الظل عادة رحالا؟ أليسوا في الغالب أيتاما ويزدادون قوة بسرعة؟ نظر الجميع إليها بدهشة ولم يعرفوا كيف يردون، وكأنهم أرادوا أن يقولوا: ما هذا الكلام؟ لا منطق فيه أبدا. شعرت الشرطية بالإحراج وقالت: ألست محقة؟ فرد عليها رئيس القسم نيو: قلت لك توقفي عن قراءة المانجا، لا مجال للمزاح في هذه المواقف الخطيرة. المعلومات التي قدمها وجع عن اللعبة المهجورة كانت مطابقة لتقارير كبار المسؤولين، وقد سجل أن بعض كبار السن ماتوا بعد فترة من نومهم. وبعد جمع البيانات ومقارنتها مع الموظفين العائدين من اللعبة، تبين أنهم ماتوا مرات عديدة داخلها، ومن وصل عمره إلى الصفر هناك مات فعلا في العالم الواقعي. قال شوت بدهشة: هذا أمر غير طبيعي يتجاوز فهمنا. فأجابه الرئيس: ربما يكون الأمر نتيجة غزو من كائنات عليا مجهولة. وأضاف: كبار المسؤولين أعلنوا حالة الطوارئ وشكلوا فرقاً طليعية بناء على المواقع لاستكشاف اللعبة المهجورة. علينا مشاركة المعلومات وتشكيل جيش محترف بسرعة، فهذا الحدث سيؤثر على العالم بأسره، وكل دول الآن تبذل أقصى جهدها لاستكشاف هذه اللعبة. إن تأخرنا فسنفقد السيطرة عالمياً، لذا يجب علينا الحصول على المعلومات بأي ثمن. ثم تابع قائلاً: نيو ستكون قائدة الفرقة الأولى، ووانغ مينج نائب القائد، وعليكما اختيار زملائكما. ومن كلام وانج يبدو أن شادو شخص جيد، فحاولوا بناء علاقة صداقة معه. واخترت نيو قائدة لأنها الأنسب للتحقيق بشأن شادو، وأتمنى أن تكتشفوا هويته بأسرع وقت. ولو تمكن من التعاون معه كممثل لنا سنحصل على كل المعلومات التي يمتلكها. أما البقية فالأولوية لديهم هي الحفاظ على استقرار المجتمع. ثم قال: هل فهمتم؟ إن كنتم قد فهمتم فانصرفوا. انتقل المشهد إلى المدرسة، حيث كانت الفتيات يتحدثن عن تشان جوي الذي دخل اللعبة، وعرفوا أن الأشخاص الموجودين في نفس المنطقة وينامون في نفس الوقت يظهرون في نفس الكرة الأساسية داخل اللعبة. إحدى الفتيات قالت: هذا صحيح، لكن لا ينفعني. يجب أن أعود إلى المنزل وأخبر والدي، فهما لم يلعبا أي لعبة من قبل، وأخشى أن يكون هناك من يعتدي داخل اللعبة. أما شياويو فكانت تفكر في نفسها قائلة: رغم كل ما حدث لم يعتذر تشان ولم يكلف نفسه حتى بكلمة. هذه الدرجة هو مغرور؟ كان دائما يغضب مني، لكنه كان يجد طريقة ليهدئني، لكنه هذه المرة لم يفعل شيئا بل ضربني، حتى والدي لم يفعلا ذلك، وكل هذا لأنني تغيبت عن الفصل وذهبت لحفل أخ سونج. ثم قالت في غضب: سحقا لك يا تشان، لن أسامحك أبدا حتى لو اعتذرت 1000 مرة. لكنها تنهدت وأكملت: على الأقل ذهبت للحفل ورأيت الأخ سونج، وقد قال لي إنه عندما تصدر هذه اللعبة المجهولة فلن تكون هناك فرص أخرى.
شعرت بآلام في بطنها من شدة التفكير، لكنها فجأة قالت: صحيح، طالما أن الدخول إلى اللعبة يتم أثناء النوم، فالأخ سونج سيدخل أيضاً، وإذا دخل فقد أجده هناك. وتشانج بلغ المستوى الثالث بسرعة، مما يدل على أنه خبير. سأسأله عن الأمر. كانت شانج يتحدث، فسأله أحدهم إن كان يعرف أي خطة للعبة. أما شيا ويو فابتسمت لنفسها قائلة: هذه فرصة من السماء لو حصلت على خطة جيدة. اقترب منها تشانج وقال: لقد جئت إلى الشخص المناسب. في بداية اللعبة ضعي كل نقاطك في الرشاقة، وإلا لن تكوني سريعة بما يكفي وستتعرضين لهجمات الوحوش. سألته شيا ويو: حتى لو كنت ساحرة؟ فرد: نعم، الرشاقة مفيدة حتى للساحر، لأنها تساعد في تسريع إلقاء المهارات، وهذا مهم جدا في البداية. قالت له: وماذا لو فشلت في هزيمتهم رغم ذلك؟ فأجابها: لا تقلقي، طالما هناك شخص في القرية وصل إلى المستوى الخامس يمكنه تفعيل النقل الآني. انضمي لفريق عشوائي لرفع المستوى، وعندما أفعل النقل سآتي إليك وأساعدك. فرحت شيا ويو بذلك ونامت مطمئنة، لأنها علمت أن هناك من سيقف بجانبها. وأثناء نومها قالت في سرها: فينج، سأريك ماذا سأفعل. سأدخل اللعبة الآن، ويمكنك أن تواصل غرورك، لكن حين تدخل اللعبة سترى أنني قد أصبحت أعلى منك بكثير، ولن أساعدك أبداً في الارتقاء. أما في الجانب الآخر كان شي متفاجئاً من العنصر الذهبي، والذي كان عبارة عن خاتم ملعون يرفع جميع السمات بمقدار 8 نقاط، ويوفر حماية ضد عناصر الظلام، ويزيد من معدل الضربات الحرجة. أخذ يفكر قائلاً في نفسه: لأن جميع السمات ارتفعت ب8 نقاط، فهذا يعادل 32 نقطة كاملة. هذا الخاتم يعدل الشخص وكأنه في المستوى الثالث، بالإضافة إلى حصانة ضد العناصر الظلامية. سيكون مفيداً جداً في مواجهة الكاسيم والوحوش. أما مضاعفة معدل الهجمات الحرجة فذلك أمر عظيم بالفعل. ثم راح يتأمل المهارة التي اكتسبها بعد ذلك، وكانت تدعى ضربة الظل الفورية، وهي قادرة على إخفائه في نطاق 15 متراً، وتوجيه 3 ضربات لجميع الأهداف في النطاق نفسه كل 5 ثوان. تفاجأ شين بقوة هذه المهارة لكونها واسعة النطاق وتستطيع نقله فورياً وجعله غير مرئي، فما كان منه إلا أن يتعلمها فوراً. وكان بحوزته بعض نقاط التطوير، فقام بتطوير مهارة الجشع إلى المستوى الماسي، مما رفع معدل الحصول من 160% إلى 220%، وأضاف فرصة لترقية تحدي العناصر بنسبة 40%. قالت شين في نفسه: كما هو متوقع، القضاء على الزعماء الآن يمنح كنزين من الغنائم، وقتل وحش واحد يعادل قتل 3 منهم. وبتأمل وذكاء استغل وقت السكون البالغ 12 ثانية، واستعمل بعدها 8 نقاط لتطوير ضربة الظل الفورية إلى المستوى البلاتيني، فارتفع نطاق المهارة إلى 21 متراً، وأصبحت توجه 5 ضربات قوية لجميع الأهداف لمدة 7 ثوان. وفي لحظة من التأمل قال شين: الوقت الذي تستغرقه المهارة حتى تتغير طويل، وهذا صعب نوعاً ما، لكن بالاعتماد على الظل الفوري سأظل مختفياً إلى ما لا نهاية. أما باقي الغنائم فلم تكن ذات قيمة كبيرة، سوى كتاب مرات المحارب ومدرجة الفدية وزير المعركة، والتي يمكن بيعها بسعر جيد. وفجأة ظهر الكسيم مع وحوش الأطراف أمامه، فجرب استخدام المهارة الجديدة فوراً، ونفذ الضربة الظلية الفورية، فقتلهم جميعاً في ثوان معدودة. بعدها هنأه النظام ومنحه 5 سنين من العمر غير المتداول. ولاحظ أن الكفة قد ارتفعت في القضاء على الوحوش، ولكن إذا استخدم سهم السم فهو بحاجة إلى سهمين لقتل وحش واحد، مما قد يؤثر على القتال. وحين نظر إلى إعداد الوقت وجده 618 يوماً من العمر المتداول دون أي أيام قابلة للتداول. فقال في نفسه: لكي أجعل مهاراتي ومعداتي حقيقية علي أن أمتلك 1.5 سنة على الأقل، أي أنني بحاجة إلى 900 يوم إضافي.
ربما علي العودة وبيع جميع العناصر الموجودة في الحقيبة لعلي أتمكن من الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب من العمر. ومع الوصول إلى المستوى العاشر سيتمكن من استخراج المهارة والمعدات داخل اللعبة إلى الواقع. وفي أثناء ذلك سمع صوت شخص يتحدث مع فتاة قائلاً: تهانينا يا آنسة، لقد ارتقيت الآن إلى المستوى الثالث. يجب أن تذهبي الآن، صحيح؟ فقالت له ليزي: لا تقلق، هل تظن أن صناعة جانغ لن تقدر على هذا الرقم التافه؟ سأذهب إلى الواقع الآن، وهذا هو رقمي، اتصل بي عندما تعود. وصحيح، سأحصل على جميع العمر المتداول الذي معك، وسأعطيك 10,000 عن كل يوم. فأجابها: ما فيش مشكلة، لن أكون أحمقاً وأفوت هذا العرض. تمام، سنتحدث أكثر في الواقع. وبعد ذلك راح ماو يفكر: ماذا لو أن اللعبة تؤثر فعلاً على العمر؟ قد أرفضها في أي وقت. فقط أولئك الذين حولوا مهارات اللعبة إلى الواقع هم العباقرة. في ذلك الوقت كنت أمر بجانبهم وكأنهم غير موجودين. ثم عاد إلى القرية عبر النقل الفضائي، وهنأه النظام على تفعيل النقل الفضائي في قرية شيل، مما رفع من سمعته، وصار بإمكانه استخدامه مرة واحدة يومياً مجاناً. أما المرة الثانية فستستهلك من عمره المتداول. وفي الوقت الحالي لم يتم تفعيل أي دائرة نقل في مدينة جانغ هاي، فشعر شدو بالقلق، إذ إن دائرة النقل في المدينة الأساسية تتجه في اتجاهين، ولن تكون ذات فائدة ما لم تفعل واحدة أخرى. ويجب على المحاربين في المدن الأخرى الوصول إلى المستوى الخامس لتفعيل التنقل. تذكر في حياته السابقة أن سونغ فاي كان في مدينة الإيراع، وربما في تنبيه يعرفه إذا كان هناك من يفعل الدائرة في المدينة، لكنه قال في نفسه: هذا ليس مهم الآن، الهدف الرئيسي هو الارتقاء إلى المستوى العاشر، ومن التوجه إلى العالم المهجور، ذاك المكان الذي تبدأ فيه اللعبة حقاً. وما إن قال وداعاً للتاجر حتى مرت 10 ثوان فقط، وإذا بالجميع يتفاجؤون بظهوره المفاجئ، فتجمع حوله وتساقطت بعض العناصر من حقيبته. حينها أخذ أحد المحاربين مهارات زرير المعركة ودفع مقابلها 300 يوم من عمره. استغرب أحدهم قائلاً: هل يعقل أن يدفع أحد 300 يوم لأجل مهارة واحدة فقط؟ لكن آخر رد عليه بحزم: أأنت أعمى؟ مع هذه المهارة ستزداد قوة المحارب بدرجة كبيرة، والثمن الذي دفعه يمكن تعويضه في يومين فقط. ومع مرور بعض الوقت باع شدو كل العناصر دفعة واحدة، وقال: لقد بعتهم بدقة دفعة واحدة. وكان ما يملكه حينها 274 يوماً، لكنه قال: هذا ليس كافياً إذا أردت استخراج مستواي وسماتي ومعداتي إلى العالم الواقعي. وانتهى وقت البيع، وظهر في الأفق ساحرة تسير ببطء، ثم عرضت عليه صندوق كنز يحتوي على حركة الفضاء، وفيه 12 خانة للتخزين. تفاجأ الجميع من انخفاض السعر بشدة، وعلق أحدهم قائلاً: يا لحظها الجيد لتحصل عليه في هذا الوقت. سأل عن الثمن، فقيل له: في السابق كان يباع ب3,000 يوم. فردت الساحرة: أنا لا أطلب ثمنه، فقط أريد إضافتك كصديق ومساعدتي في القضاء على زعيم واحد فقط. وافق شدو وأرسل طلب الصداقة، ثم سألها: أي من الزعماء سنقاتل؟ قالت له: إنه زعيم من المستوى الذهبي. فرد: وما اسمه؟ قالت: لا أعلم اسمه، كان بعيداً، لكن شكله كان مدمراً وكان في قاع مستنقع. فكر شدو قائلاً في نفسه: قاع مستنقع؟ مظهر مدمر؟ هذا لابد أن يكون مقراً لسفينة الأشباح الذهبية. زعيم خاص ونادر للغاية، يمكنه الظهور في أي مستوى، لكن ظهوره نادر جداً، والمعدات التي يسقطها مفيدة للغاية. وفي كل مرة تظهر فيها سفينة الأشباح الذهبية تنشب معارك ضارية بين النقابات المختلفة من أجلها. وأكد لنفسه أن السفينة ظهرت في المدينة عندما كان في المستوى الخامس، وهو أفضل وقت للقضاء عليه. وأوضحت له الساحرة أن الهدف من القضاء عليه
هو الحصول على خاتم التخزين النادر، وكذلك أن تكون ضمن فريق وانغ مينغ. ومع انتشار شائعات عن سمكة كوي في حياته السابقة، تذكر أنها كانت رمزاً للحظ. سألها شدو: كيف عثرت على هذا الزعيم الذهبي؟ فقالت له: بعد انتهائي من تناول الطعام في العالم الواقعي، أردت العودة سريعاً للعبة والترقي مع فريقي، لكنهم ارتقوا بسرعة هائلة، فلم يكن لدي ما أفعله. فتجولت في منتصف الطريق، وهناك رأيت الزعيم الذهبي في الهاوية. فكر شدو بعمق، مستذكراً شائعة قديمة عن وانغ الذي كان لديه عضو في اللياقة البدنية يدعى سمكة كوي، وأنه كان بمقدوره رؤية الزعماء نادرين وصناديق كنوز ومعابد. في البداية ظنها مجرد أكاذيب لإخفاء المعلومات، لكنه بدأ يشك بأنها كانت حقيقية. لاحظت الساحرة نظراته المتأملة، فسألته: هل هناك ما يثير قلقك؟ أجابها: لا شيء. وفي تلك اللحظة لمح شخصاً يراقبهم من بعيد، ثم عاد ذلك الشخص إلى قائد فريقه ليحكي لهم عن إنجازاته. وفور معرفته من شدو أخذ فتاة إلى خارج المدينة. قال القائد ساخراً: بالطبع في النهاية مجرد فتى لم يقوى على مقاومة فتاة قريبة. هيا يا إخوتي، يبدو أن نهايتهم اقتربت. في تلك الأثناء كان شدو يتحدث مع الساحرة، وقال لها: يمكنني مساعدتك في القضاء على الزعيم، وإذا سقطت أي معدات أو مهارات فستكون من نصيبكم، أما الجوائز المالية فستكون لي. قالت له الساحرة: متفقة، ولكن لدي طلب. إن وجدت عناصر مناسبة للقائد وانغ أو الآخرين فامنحنا خصماً بسيطاً. فرد: لا مشكلة. قالت له: تمام، سننطلق حينما يصل القائد. سألته: إلى أين نحن ذاهبون الآن يا خبير؟ فأجابها: ذاهبون لمقاتلة الزعيم الذهبي. تفاجأت الساحرة وقالت: أنت محارب وأنا ساحرة، يمكنك التخفي أو الهرب، أما أنا فلا يمكنني صد هجوم مباشر إن وقع. فرد شدو بثقة: أنا كاف وحدي، يمكنك المشاهدة من مكان آمن. تفاجأت الفتاة من كلامه، وراحت تفكر في نفسها: شخص واحد يقاتل زعيما ذهبيا؟ أعلم أنه قوي، لكن هذا جنون. وفجأة اختفى شدو من جوارها، فشعرت بالخوف وبدأت تناديه. وفي ذلك الوقت وصل فريق إلى مكانهما ورأوا الساحرة وحدها، فاندهش أحدهم من اختفاء شدو، ثم قال لقائده: هو بالتأكيد خدعها وتركها وحدها في البرية، هيا بنا نأخذها ونلعب قليلا. قال لها أحدهم: ابقي معنا وستعيشين حياة طيبة. ورأى القوم بعض النساء قادمات، وفي تلك اللحظة ظهر شدو فجأة وقام بتقطيع أحدهم، ثم وجه ضربة ظلية فورية إلى الآخر. أعلن النظام: تم القضاء على 5 لاعبين، وحصل شدو على 12 يوما من العمر القابل للتداول. قال لهم شدو ساخرا: كم أنتم فقراء، حتى هؤلاء الاثنين كانوا من الوحوش الضعفاء. ثم عاد إلى الساحرة التي تفاجأت من ظهوره المفاجئ، وقالت له: يا خبير، أين ذهبت؟ أجابها: بعض الأشخاص كانوا يلاحقوننا، لذا أعدتهم إلى المدينة. قالت له الساحرة ببراءة: أنا ظننتك ذهبت لتتبول. لا تخف، يمكنك الذهاب للحمام في أي وقت وأي مكان من دون أن يراك أحد، صحيح؟ انزعج شدو من كلامها وقال بجدية: أنجزي، دليني على طريق الزعيم. وفي تلك اللحظة دخلت شاويو إلى اللعبة. كانت متفائلة، فالمكان بدا واقعيا للغاية، وعرفت حينها أنها في فئة الساحر ذات الفئة المخفية، والتي تتطلب التضحية بالحياة. لا شك أنها قوية جدا. ومن هناك بدأت تحدث الأخ سونغ: لكن يا ترى كيف هو حاله الآن؟ وهل يعرف نقاط البداية؟ أتساءل أين هو تشين فينج؟ هو دائما يهتم بي طوال الوقت، ولكن في مثل هذا الوقت لا يمكن الاعتماد عليه أبدا. حسنا، الآن لدي فئة مخفية، وتشانجي وعد أن يساعدني في الارتقاء.
تشين فينج: اهتم بنفسك فلن أهتم لأمرك بعد الآن. بعدها ترى قمة الترتيب وتتفاجأ بأن صاحب المركز الأول قد وصل إلى المستوى السادس وهو الشادو، وتقول في نفسها إن مستوى تشانج لا يزال عند المستوى الثالث فقط، ومع ذلك يملك الجرعة التي تعزز من قوته. لابد أن شادو هو الخبير الحقيقي هنا. لو أن شادو فقط ساعدني لكنت قد ارتقيت أسرع من تشانج وي. ولكن كيف سأعثر على هذا الخبير؟ يا ترى ما سيكون رد فعلها حين تعرف هوية الشادو الحقيقية؟ ونعود إلى الحكاية، حيث تلاحظ فريق وانغ فينج الذي كان يحاول التواصل مع الساحرة التابعة لهم والتي هي نفسها تلك التي مع شادو، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها بأي طريقة. فيقول القائد: ليس لدينا وقت إضافي لننتظر، هل لديكم أي أفكار؟ فيجيبه السياف: ربما نقضي على الوحوش من دون معالج. ويكمل الآخر: نحن لسنا مثل شاد، لنتمكن من قتلهم منفردين، علينا أن نجد معالجاً آخر. في هذه اللحظة تدخل عليهم شاويو وتسألهم إن كانوا بحاجة إلى معالج، وتعلمهم أن لديها فئة مخفية وهي التضحية بالحياة. وفي الجانب الآخر يصل شادو إلى مكان الزعيم ويدخل في مواجهة مع السفينة الذهبية. تخبره الساحرة بأن يختبئ في مكان ما إلى أن يظهر الزعيم، فيختار مكاناً ويذهب نحوه. يعرفه النظام أنه داخل المجال العنيف التابع للزعيم، والذي يعادل ضغطه 100 ضعف ما هو عليه في الخارج. ويفكر شادو: هذا يعني أن البقاء هنا ربع ساعة يعادل يوماً كاملاً في الخارج، وهذا النوع من المجالات ليس له تأثير كبير عليه. يعرف بعدها من النظام مستوى الزعيم، ويبلغه أن لديه أقل من ساعة لهزيمته. يدرك شادو أن الزعماء النادرين لديهم حد زمني، ولكن من حسن الحظ أن لديه أكثر من نصف ساعة، وذلك كاف تماماً للقضاء عليه. ثم ينادى على شادو للالتحاق بسرعة، وينقضون عليه بالضرب سوياً. يهاجمونه بسرعة كبيرة، وتبدأ الأجراس بعدها بإطلاق السهام السامة. يدرك شادو أن التأثير على الزعيم يتطلب ضرب بعض النقاط الحساسة، ولكن لا أحد يعرف نقاط ضعفه، فهي ليست الهيكل العظمي ولا السفينة أيضاً، بل هي الأجراس نفسها. عندما تهاجم نقاط ضعف الزعيم سيتحكم في المستنقع ويطلق هجوماً مدمراً واسع النطاق، والعمود المائي الناتج عنه يحدث ضرراً غير طبيعي حتى على المحاربين ذوي الدروع الفضية الذين بالكاد يتحملون الضربة. من حسن الحظ أن الفئة التي تمتلك سرعة حركة عالية استطاعت تفادي الهجوم، وإلا لما كان ممكناً تجنبه أبداً. وبعد انتهاء الزعيم من هجوم المنطقة سيخرج 12 شبحاً مائياً، كل منهم يعد وحشاً في المستوى الفضي، ثم يبدأون بالتجمع حول الهدف ويهاجمونه بجنون. وكل 3 دقائق يخرج الزعيم وحشاً آخر، مما يعني أنه إن لم يكن الفريق سريعاً كفاية في التخلص منهم فسيستمر العدد في التزايد أكثر فأكثر حتى يقضي على الفريق بالكامل. لكنني في حالة من الاختفاء منذ البداية، لذا لن يستطيعوا اكتشافي. كل ما أحتاجه هو إيجاد ثغرة ثم القضاء عليهم دفعة واحدة. ينقض عليهم بسرعة كبيرة ويدمر بقوة ساحقة. أما الفتاة موزة فقد أذهلتها قوة الشادو الساحقة، خاصة أنه يختفي من دون أن يترك أي أثر. كيف أخفى كل هذه القوة؟ يتحدث إليها شادو بعدها ويخبرها بأنه على وشك الموت، الأمر الذي يفاجئها بشدة، لكنه يطمئنها قائلاً: لا داعي للقيام بأي شيء، فقط انتظري عودتي. فتجيبه الفتاة: كيف ذلك يا خبير؟ أنت متفوق على الرئيس في القتال. ثم: أنا لست الفتاة الصغيرة السوداء، اسمي هو البركوكس. فيرد عليها شادو: فهمت، إذن أنت الصغيرة السوداء. وفي تلك اللحظة يظهر الفريق الذي قتله شادو في السابق، لكن هذه المرة عادوا ومعهم كامل جماعتهم. ثم يظهر أحد من الفئة العالية ويدركون أن الفتاة موجودة على المنحدر، بينما شادو يقاتل الزعيم وحده. وفي ذلك الوقت يبدأ الزعيم بهجومه القادم، الذي يعد الأصعب من حيث التفادي،
وعندما يصل الرئيس إلى نصف قوته يطلق موجة روحية ضخمة وواسعة النطاق تقيد الحركة لمدة 5 ثوان. ومستوى شادو الحالي لا يمكنه من مقاومة تلك الموجة. بالفعل يتعرض للهجوم ويصبح عاجزاً عن الحركة، ثم يتلقى ضربة ساحقة تودي بحياته، ويخسر 326 سنة من عمره، بالإضافة إلى 1000 يوم من عمره المستعمل. وهذا يسعد القائد الذي يقول: لقد تم استدراجه ليأتي وحده. ويقرر بعدها العودة مع الفريق لهزيمة الرئيس والحصول على المكافآت التي أسقطها شادو، لكنهم يفاجؤون بأنهم سقطوا في مكان غريب. نعم يا صديقي، تم القضاء عليهم في ثوان، ويعودون إلى المدينة وهم مصدومون مما حصل، غير فاهمين لماذا الزعيم قوي إلى هذا الحد حتى بعدما فقد نصف صحته. والأمر المزعج أنهم دخلوا لتوهم، ومع ذلك تم القضاء عليهم على الفور بواسطة عمود مائي، مما يغضب القائد بسبب الخسائر التي تكبدوها. يعود بعدها شادو إلى المكان ويلاحظ وجود كرات ضوئية كثيرة، فيسأل الفتاة إن كان قد حدث شيء هنا، فتخبره بما جرى من زيارة الجماعة بعد موته وكل ما حدث وقتها. فيرد عليها شادو بأنهم بلغوا في تقدير قوتهم، ويعلمها أن في حياته السابقة واجه نفس الرئيس، وأن المهارة التي أطلقها لا يطلقها إلا مرة واحدة فقط. ويقول: الآن جاء وقت القضاء عليه تماما، فتنخفض صحته لأقل من النصف. هناك احتمال كبير أن يختفي ويهرب بعيدا، واللاعبون العاديون سيجدون صعوبة في القضاء عليه، لكنني لست لاعبا عاديا. ثم يهجم على الأجراس الشبحية، فيغضب الزعيم ويهجم عليه، لكن شادو يختفي مجددا ويضربه ضرب. وفي هذه اللحظة يظهر القائد وجماعته مرة أخرى، ويصابون بالدهشة من عودة شادو وقدرته على قتال الزعيم منفردا. فيقرر القائد أن ينتظر اللحظة المناسبة ويقتل الاثنين معا، لكن الفتاة تلاحظ ذلك وتقرر التدخل لإيقافهم، فتطلق مهارتها وتصرخ في وجه القائد. يغضب القائد بشدة ويهاجمها، لكنها تتفاداه بسرعة. وفي تلك اللحظة يلاحظون فريما مختبئا في الظل ينتظر اللحظة المناسبة للهجوم. وفي الوقت نفسه يفكر شادو: رغم أنني لا أزال في المستوى الخامس، إلا أن القضاء على هذا الزعيم لا يزال صعبا، كما هو متوقع من رئيس نادر. وقد استغرق القتال وقتا أطول من اللازم، وهذا جذب المزيد من اللاعبين إلى المنحدر، وغالبا هم من قتلوا سابقا، إلى جانب فريق المستنقع الذي ظل سنوات يحاول القضاء على الرئيس. ويقول في نفسه: بعدها سيقتلونني ويأخذون الغنائم. وبعد فترة يعلن النظام عن القضاء على الزعيم الذهبي، وأن شادو ارتقى إلى المستوى الثامن وحصل على 7 نقاط تطوير، بالإضافة إلى زيادة سماته بمقدار 3 صفات، وذلك لأنه يحتل المركز الأول في قائمة التصنيف. وسرعان ما انتشر الخبر في كل المدن، مما صدم الجميع. كيف يكون بهذه القوة؟ لا بد أنه الشخص الذي قضى على زعيم المستوى الذهبي في مدينة نيهان. ثم ننتقل إلى مدينة شيل، وهناك يظهر اللاعب وانج مصدوما، إذ إنه قبل قليل فقط كان قد هزم زعيما برونزية، والآن هو بالفعل من قضى على زعيم ذهبي. الفارق بينه وبين بقية اللاعبين بدا شاسعا. أما شيوي فبدأت تفكر جديا في الأمر، لقد باتت تشعر أنه الأمل الوحيد لرؤية سونغ فاي من جديد، لذا عزمت على أن تبحث عنه وتطلب مساعدته. في تلك اللحظة كان الفريق ما يزال مندهشا من الغنائم التي ترك الزعيم الذهبي بعد مقتله، لكنهم لاحظوا أيضا اختفاء شادو المفاجئ، مما دفعهم إلى اتخاذ الحيطة والحذر. بعدها تحدث قائدهم إلى اللاعب وانغ وطلب منه أن يستخدم مهارته لتعقب مكان الشادو. تجهز وانغ وفعل مهارة قرن النسر، وهي مهارة نادرة قادرة على كشف مواقع الأعداء، حتى أولئك الذين يستخدمون مهارات الإخفاء. شعروا بالدهشة، فكيف تدرب أحدهم على مهارة بهذه القوة؟ ومع ذلك كانوا واثقين من قدرتهم على القضاء عليه وانتزاع الغنائم، لكنهم نسوا أن شادو ينتمي إلى فئة القاتل الخاص،
وهي فئة تتجاوزهم بمستوى كامل. كان شادو قد غادر المكان بالفعل حين شعر بأن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين باتوا يقتربون منه. اندفعت الفرق نحو الغنائم وتحضر الجميع لأي معركة محتملة، لكن شادو بغتهم وفتك بهم خلال ثوان معدودة. سادت سكينة مفاجئة، ثم تساءل أحدهم: أين هي الفتاة ذات العباءة السوداء؟ رد الآخر: لا بأس، سأراها لاحقاً. في هذا الوقت حصل شادو على مهارة يد الجشع ورفعها إلى المستوى الملحمي، مما زاد من فرص الغنائم من مليم إلى 30 مليم. ارتفع مستواه بنسبة 100 وكان يفكر: هذه الفرصة نادرة. بدأ بجمع الكرات الضوئية وضغطها، ثم فعل يد الجشع لتتضاعف جميع المكافآت التي حصل عليها. تفحص بعد ذلك الأجراس التي حصل عليها، واكتشف أنها إمنحه قدرة مميزة، فحتى إن مات فلن يخسر أي عمر افتراضي، بل على العكس، عند قتله للوحوش سيكسب 20 عمرا إضافيا. ليس ذلك فحسب، بل إن الأجراس يمكنها شل حركة الأعداء في نطاق 50 مترا. بعدها عادت الفتاة وتحدثت معه طالبة مساعدته، فسألها: أين أنت؟ لكن قبل أن تكمل حديثها ظهر القائد مع جماعته، فما كان منها إلا أن قفزت من فوق المنحدر مفجرة الموقف بجرأتها. قال لها شادو لاحقا: لا داعي لإنقاذك الآن، فقد عدت بالفعل إلى المدينة، انتظريني هناك وسأرسل لك العناصر. أعطاها بعد ذلك ضعف 20 عنصرا، ثم فكر في تطوير يد الجشع، لكن النظام أخبره أنه يحتاج ل10 أضعاف النقاط لترقيتها. وبينما هو يتأمل في المهارات التي اكتسبها، لاحظ 3 قطع مهمة من المعدات التي تناسب فئة القاتل: الشفرة المزدوجة تعزز القوة والرشاقة مع تأثير خاص يضاعف الهجوم في كل ضربة. درع الجلد المقاوم للنار يعزز الدفاع ويمنح القدرة على إخفاء المعدات. مرآة ظل الشبح توفر حصانة تامة ضد الضرر. قال شادو في نفسه: وأخيرا، مهارة للبقاء على قيد الحياة. صحيح أنها كانت ضعيفة، لكنها باتت قابلة للتطوير بلا حدود. قرر العودة إلى المدينة وبيع بعض العناصر، لكنه صادف في طريقه الجماعة التي قتلها سابقا. ارتعب القائد ورفاقه حين رأوه وهربوا بسرعة، لكن شادو لحق بهم وقضى عليهم جميعا في لحظات، ما عدا القائد الذي ظهر أمامه فجأة، فغرس شادو سهم السم في رأسه مباشرة. أبلغه النظام أنه أصبح قاتلا، وأنه في حال موته سيفقد 25 من عمره، لكنه تمتم بثقة: ما دمت أملك الأجراس فلن أفقد شيئا حتى لو مات. عاد إلى المدينة، فأثار ظهوره ضجة كبرى، خاصة أن الجميع أدرك أن بيده الأجراس وأنه إلى أي معدات ظاهرة، مما جعلهم يظنون أنه استغل الآخرين للقضاء على الزعيم. ظهر الفريق الذي حاول قتله سابقا واعتذروا له، بل أعطوه مهارة مشتركة مفيدة، فشكرهم شادو. لكن أحد أعضاء الفريق غضب وقال: أتعطونه مهارة؟ لقد قتلنا. رد القائد: ما أدراكم؟ هذا اللاعب يمتلك سرعة خارقة وربما قوة لا نعلمها. علينا الإمساك به بأي ثمن، وربما نجعل منه خادما لنا. ثم اقترح إرسال فتاة لتتقرب منه وتكشف أسراره. قابل الشادو الفتاة لاحقا، فأعطاها بعض العناصر مما رفع قوتها كثيرا، فشكرته، لكنه رد ببساطة: أنا فقط أنفذ الاتفاق، أعطني خاتم الفضاء. قالت له: صدفا، أثناء هروبي في الغابة وجدت كهفا غريبا يبدو أنه مدخل لخرابة قديمة. هل يهمك الأمر؟ فكر شادو قليلا. في البداية كنت أبحث عن مكان لأرتقي للمستوى 10، والآن وجدت مدخل الخراب. هذه الفتاة صداقتها مفيدا فعلا. بعد ذلك اتسع مخزون الخاتم ليصل إلى 20 خانة، فقال لها: حسنا، عندما أستعد سأذهب إلى هناك. أخبرته أن الفريق ذهب للتدرب مع كهل جديد، وسيأخذون وقتا طويلا في العودة. ثم أرسلت له موقع الكهف وقالت: خلف الشجرة يوجد عمود حجري، اختبأت هناك، لكنني سمعت صراخا وهربت فورا. قال لها شادو: حسنا، سأمر هناك بنفسي، وعندما يعود وانغ فينغ سيرسل لك العناصر. وفكر: كنت أبحث في الأصل عن مكان الارتقاء إلى المستوى 10، لكن لم يعد الأمر ضروريا.
في المدينة الأساسية هناك 3 أنواع من الخرائب: الخرائب المقابلة، الخرائب الملعونة، المعابد، وكل الوحوش هناك في المستوى البرونزي، وقد أجد بعض الوحوش النادرة أيضا. هذا المكان كنز حقيقي من العمر الافتراضي ونقاط التطوير.